ماتش انتر ميامي، في ناس اتفرجت على الفيديو اللي انا نزلته لماتش اخر ماتش انتر ميامي اللي هو كانوا بيلعبوا فيه كولومبوس كرو، او اللي هو الفريق في الدوري الامريكي في الماتش ده كان طالع المركز الرابع، اقل منهم بمركزين. فاتفرجنا على الماتش خلص 5-1. حللت لك اسلوب اللعب بتاعه، الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديو ترجع تتفرج عليه. هم كان اسلوب لعبهم واضح، هم بيلعبوا 4-4-2 فلات. ميسي ممكن ينزل وتقدم تبقى 4-2-3-1 في النهايه، ان في 4 لعيبه قدام بيعملوا ضغط عالي على الضغط ضغط، ونص الملعب عن طريق بوسكيتس، او انا بحب اسميه بوسكيه، ما حدش ليه عندي حاجه. بوسكيتس كان بيعمل الطويله من ورا المدافعين. طبعا احنا بنهزر معاكم يعني. بوسكيتس كان بيعمل الطويله من ورا المدافعين لميسي او اي حد، وكانت بتخش، كانوا بيجيبوا منها جوان بشكل كبير جدا. وكنت انا شايف ان ريبيرو المفروض يلعب ب 2-6، ولعب فعلا ب 2-6. ليه؟ عشان يقفل الحته اللي ميسي بيعدي فيها، سواء لما بينزل ويعمل الطويله او تترمي له من ظهر المدافعين. لازم يكون في 2-6، واحد فيهم مركز معاه، والتاني لو عدى منه يبقى في واحد اسيستنت، لان طبعا انت مش تقابل ميسي لعيب عادي. وشابوه مروان عطيه نجم المباراه، احسن لعيب في وشي، احسن لعيب في وجهه نظري في المباراه هو مروان عطيه. ليه مروان عطيه؟ لان مروان عطيه تعامل على ميسي على انه لعيب عادي. هو ميسي مش لعيب عادي، حتى في السرده هو مش لعيب عادي، ولكن هو تعامل كده، فعشان كده قدر ان هو يتعامل معاه بشكل جيد. ريبيرو لعب 4-4-2 دايموند، اللي هي خطه انشيلوتي. الناس اللي بتتفرج على ريال مدريد خطه انشيلوتي من ايام الميلان من زمان قوي. بيلعب 4-4-2 دايموند، حط 2-6 قدامه محمد علي بن رمضان مايل يمين شويه، وقدامه امام عاشور، ووينج شمال واحد اللي هو تريزيجيه، ومهاجم اللي هو اسامه ابو علي. انا كان وجهه نظري ان اسامه ابو علي ده مش ماتش. اسامه ابو علي يجيد اللعب لما يكون هو جوه المنطقه مش من بره. اسامه ابو علي بيلعب لما يبقى قدامه 30-40 يارده بيجري، فده بيقلل من تركيزه. نقطه قوه اسامه ابو علي دايما 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 انه بيعرف ياخد القرار الصح، فكده بيشتغل بدماغه بعقله مش برجله. انا بشوط الكره ببطن رجلي صح في الزاويه لما يكون الجون طالع كده. انا هفقد هذا التركيز لما بدني يقل، لما اجي 30-40 يارده بجري واعمل مجهود وي هتلاقي مش اللمسه الاخيره مش هتبقى احسن حاجه. حتى الجون اللي جابه من اوفسايد الكره برده خبطت في الجون ودخلت. ما علينا. بدانا 4-4-2 دايموند، كل التركيز كان ناحيه الشمال، وامام عاشور ومحمد علي بن رمضان اللي بسم الله ما شاء الله. انا محمد بن رمضان ما جابش مستوى مع الترجي، بس فرق كواليتي رهيب، والله فرق كواليتي رهيب، بسم الله ما شاء الله يعني. محمد علي بن رمضان، امام عاشور، محمد علي بن رمضان ضاغطين من العمق، عارفين الاثنين بتوع السته مش عارفين يعملوا حاجه. كده كده انتر ميامي دايما بيلعب في 60 يارد، يعني دفاعه بيلعب هاي لاين ديفense، ففي 30 يارد وراه، والمهاجمينه متقدمين كده، فهو بيلعب في كومباكت في نص الملعب، بيروح كومباكت كده وكومباكت كده، بيتحرك في 30-40 يارده قدام رايح جاي، ففرقته كلها مضغوطه. الاهلي عمل ايه؟ الاهلي وسع الملعب، لعب في 70 يارد. لعيبه الاهلي الاربعه المدافعين كانوا واقفين قدام الشناوي، وقدامهم الاثنين 6، في اللي هم الثلاثه اللي قدام اللي هم امام عاشور وتريزيجيه ومحمد عبد رمضان، وقدامه وسام ابو علي لوحده بيتحرك في مساحه 30 يارد. اترمى له فيها السروق كذا مره، مره راح وسام ومره راح تريزيجيه وامام، والاثنين ضاعوا في اول 10 دقائق، وقدر الله ما شاء فعل، وانت مش هتجيب كل الكوره اللي هتجيبها. والحمد لله رب العالمين على كل حال. ضغط ضغط ضغط، انت عرفت انك تمتص، وعرفت انك تطلع بالكوره كويس، ودي حاجه الحمد لله نجحت جدا، نجح فيها النادي الاهلي في الشوط الاول. تغيير الخطه كانت مفاجاه جدا لماسكرانو وخطه انتر ميامي. الاهلي كان ممكن يطلع الشوط الاول 4-0 في كورتين، وفي كوره حمدي فتحي بعديها، في جون اوريدي دخل، وفي ضربه جزاء اللي هي ضاعت بتاعه تريزيجيه، واتكلمت عن قصه ضربه الجزاء. الماتش اختلف تماما مع ضربه الجزاء. انتر ميامي هاجم، وسام علي شاط الكوره من خط الجون. يبدا الشوط الثاني، اللعيب اللي كان المفروض الحكم يطرده مرتين، مره في ضربه الجزاء ومره في فاول قبلينا، وكان واخد انذار، كان المفروض يطرد، ولكن الحكم ما رضيش ان هو يطرده، فراح المدرب راح مطلعه، نزل الباك يمين يلعب مساك، فابتدى غير اسلوب اللعب خالص. بدل ما كان بيلعب في 30-40 يارده، لا، وسع الملعب، لعب لو لاين ديفنس، وسع الملعب، بقى بيلعب في 60-70 يارده، فضغطك فمسك كوره. ميسي نزل في نص الملعب عشان يصنع الفرق. مع بدني انت نزلت، ودي حاجه كنت متوقعها للاسف. ليه؟ لان انت بتلعب في 70 يارده، فاللعيبه عملت كيلومترات كتير جدا جري في الشوط الاول، فبدني نزلت، حمدي فتحي مستواه نزل، مروان عطيه يعني مش قوي، الكوكا وهاني كتر خيرهم، محمد عبد رمضان مستواه نزل. محمد عبد رمضان على فكره اخر شويه مع الفريق المجري ما بيلعبش، زيزو ما بيلعبش، فالناس دي بدنيا نزلت. مع تريزيجيه، مع الناس اللي تريزيجيه اللي خرج بره الماتش، واللعيبه خرجت بره الماتش بعد ضربه الجزاء، ابتدى انتر ميامي يمسك كوره، ميسي ابتدى يصنع الفارق. الحمد لله تألق الشناوي انقذ الدنيا. ميسي كان مضغوط عليه في كل حته، ولكن كان بيعرف يدور على المساحه اللي يعرف يجيب منها. يعني ده هو الكره الفظيعه اللي شاطها كانت من كورنر، شاط الكورنر والناس بقى مشغولين مع الكورنر، راح رجعتها راح حطها. ميسي مش محتاج، هو محتاج بس متر يتحرك فيه، والمتر جاله في الكوره دي. الحمد لله على التعادل. اتكلم بس عن تغييرات المدير الفني. تغييره
زيزو ما كان عشان توقعت ان ينزل زيزو يلعب جناح، زيزو ما لعبش جناح، لعب 10 نفس المركز وحافظ على نفس الخطه بنفس الاداء اللي 4-4-2 دايموند، وزيزو نجح فيه على فكره، عملها شكله كويس جدا، كان ممتاز جدا. التغييرات اللي بعد كده هو عمل تغييرات بدري شويه في الدقيقه حاجه و70 حاجه و60، راح منزل طاهر محمد علي بن رمضان ونزل حسين الشحات وراح منزل طاهر محمد طاهر. طب ليه ما نزلش بن شرقي؟ لانه ساعتها غير الخطه ل 4-3-3 بقى في جناحين. فبن شرقي في ماتش باتشوكا الجول اللي دخل جه منه غلطته، ما بيرجعش يدافع، ما بيعملش، فهو ما اللي كنا متعادلين، لو كنا مغلوبين كان نازل، لو كنا كسبانين او مغلوبين كنا نازل بن شرقي، انما هو متعادل فمش هو خايف يخش فيه جول. لو كان مغلوب كان نازل بن شرقي، لو خلاص بقى مش في حاجه تبكي عليها، انما فكر لا انا عايز 2 اجنحه بيعملوا واجب دفاعي، فحسين الشحات احسن نوعيا من بن شرقي في الواجب الدفاعي، وحسين الشحات مش احسن ولا حاجه، بس يعني ايه دي الفكره. واعتقد ان هو اتقال له حسين الشحات ده الهداف التاريخي الاهلي في كاس الانديه، اذا عنده خبره في المونديال وعنده اعتقد الكلام ده اتقال له، فهو سمع الكلام، واتمنى انه ما يسمعش كلام تاني، واتمنى اشوف حسين الشحات بتشيرت الاهلي تاني، عشان خلاص انا تعبت من الناس اللي عندها انانيه والناس اللي ما عندهاش كواليتي. يعني عندك انانيه بس كواليتي ماشي، انما مفيش كواليتي. فدي كانت تغيير حسين الشحات وطاهر لما طلع بن رمضان وطلع تريزيجيه عشان حاول ان هو يقوي الناحيه الهجوميه. كل تفكير ريبيرو، وده اللي عجبني انه عايز يهاجم، فراح منزل جريسار وسام ابو علي قوي الهجوم، ونزل قفشه هينزل مكان مين؟ الوحيد اللي ممكن يطلع زيزو، وزيزو كان بدنيا 60 دقيقه مخطط الاحمال قال له كفايه عليه كده. هو لو كان عايز يدافع كان نزل ديانج ثالث في نص الملعب يقفل، كان نزل حد من الباكين يعمل تغييرات. عمر كمال ما كانش حلو الماتش اللي فات، فعمر كمال كان هيبقى مثالي جدا لخط 4-4-2 ده، لان هو سريع، فكان المساحه اللي قدام محمد هاني اللي ما عرفش، اللي هو ما استغلهاش بشكل، كان هيستغلها بشكل كويس. مجملا الاهلي عمل ماتش كويس جدا، من احلى ماتشات الاهلي في تاريخه، من احلى ماتشات الاهلي في تاريخ كاس العالم. انا حزين على النتيجه، وكل مره كاس العالم هنيجي نلعب ماتش حلو حزين على النتيجه، زي فلومينيزي وزي باتشوكا الاولاني وباتشوكا الثاني، كل مره هنقعد نبقى حزينين على النتيجه. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. بالميراس فريق اقوى بكتير من بورتو، واقوى بكتير من انتر ميامي. احاول ان انا الحق قبل الماتش انزل لك اسلوب لعب بالميراس زي ما نزلت في ماتش انتر ميامي، وربنا يوفق الاهلي.